السلام عزيزي جعفر النصراوي. اهلا وسهلا. لي الشرف ان اكون الصحفي الوحيد اللي التقيت بك في 2004 واجريت لقاء لصالح العربيه في وقتها. الله يبارك. وحاليا احنا اجينا صحفيين انه نتوسم لقائك اولا وناخذ منك كلام طيب نفيده للعالم، نوصله للعالم وجهه نظر سماحه السيد محمود الحسن الصرخي في كثير من الامور، وتعرف انت التداعيات اللي تاخذ وتجيب من الاعلام. بلغونا انه وقتك ضيق، انصارك ما شاء الله الكل يريد يتشرف بلقائك، لكن في نفس الوقت الاعلامي اعلامي. هذا من جانب. الجانب الاخر بصراحه نقول لك هناك عده يعني ممارسات مورسه ضد الاعلامي تحت مسمى انه انصار السيد الحسن الصرخي. مكتبكم ومكتبكم الإعلامي وعدة شخصيات من يعني التابعين لكم نفوا أي صلة بأن يكون لأنصار السيد محمود الحسن الصرخي يعني يد في هذا. نريد شيء، نعرف أن الأمور مزدحمة، الوقت ضيق، ولكن نريد منك شيء. ما هو تعليقكم على المساس بالإعلام بصورة عامة كمكتب أو كمرجعية؟ هذا شيء. والشيء الآخر، هل المرجعية هي روحانية للدين فقط أم لها علاقة بالسياسة؟ نتشرف بسماع كلمات بهالخصوص هذا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. فبالرغم من يعني خلال الكلام استطعت أن كما يقال تضع الإخوان والأعزاء تحت أبطك، فأتيت بسؤال له علاقة بالسياسة. فلا بس أما ما يتعرض له الإخوان فنحن نجب أي اعتداء على أبنائنا وأعزائنا الإعلاميين، ونأمل من الجميع إن شاء الله أن يكون صاحب كلمة صادقة ويبتعد عن التجاذبات والانتماءات السياسية الشرقية أو الغربية. نحن كتبنا سابقا وأيضا نكرر الآن ونقول لكم بأننا يعني لا نعرف المواد القانونية بالضبط وما ممكن أن يخدم الإعلاميين، لكن نأمل أن تكون استقلالية للإعلامي من ناحية المورد المالي الذي يوفر له الحد الأدنى من العيش، من السكن والمأكل والملبس ووسائل النقل، حتى لا يكون منقادا تحت ضغط المسؤول الفلاني أو الصحيفة الفلانية أو الفضائية الفلانية أو من يدفع له الأموال من الجهة السياسية الكذائية أو الأخرى. هذا الشيء الذي نأمل، ونسأل الله تعالى أن يعني يوفق المسؤولون في هذا البلد وفي كل البلدان أن يوفروا هذا الشيء الإعلامي حتى فعلا تكون الكلمة صادقة ومفيدة ومثمرة، خاصة ونحن يعني نسمع بأن الإعلام هو يعني قوة، بل نحن نعتقد بأنه أكبر قوة، يعني ممكن أن تكشف الحقائق وممكن أن تصحح الأخطاء. ومن هنا يعني لابد من أن يعمل الإعلامي في المساحة التي يستطيع أن يصل إليها، وعلينا أن نوفر له كل المساحات التي ممكن أن يصل إليها حتى يحقق الهدف. والهدف هو أنه كشف الأشياء الزائفة، الأشياء التي فيها الخطأ، التي فيها الفساد، ومن هنا يحصل الإصلاح. فليس من الصحيح أن ننفر الإعلام عن أنفسنا، عن المسؤولين، عن الرموز، عن من يتصدى لأي مسؤولية في هذا البلد أو في باقي البلدان. علينا أن نحتضن الإعلامي يكون مساعدا لنا في عملنا، في مسيرنا، في رسالتنا، مهما كانت الرسالة، سواء كانت دينية أو كانت اجتماعية أو غيرها. هذا الشق الثاني بالنسبة للمرجعية الروحانية والسياسية. نحن نعتقد بأن المرجعية هي جزء من المجتمع، وهي يعني امتدادات أو لنقل هي إفرازات المجتمع، ولها امتدادات في كل يعني فواصل ومفاصل وتفريعات المجتمع، فلا بد أن يكون لها الدور. ونحن ندعو إلى أن يكون هذا الدور هو الدور الأخلاقي والتوجيهي، ولا نرضى بأن يعني يستغل عنوان المرجعية وعنوان الرمز الديني والزي الديني من أجل يعني الانتهازية والحصول على مكاسب نفعية دنيوية حتى لا يحصل الإضرار في الدين. نحن ندعو إلى نهج أهل البيت سلام الله عليهم بأن يكون الإنسان
زينا لأهل البيت لا يكون شينا عليهم، فليس من الصحيح أن نستغل الدين من أجل تحقيق المنافع. علينا أن نوظف الدين لخدمة الناس والمجتمع. وكما عاش المجتمع في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي دولة الحق التي نعتقد بها، عاش الإنسان الشيعي لو صحت هذه التعبير، الإنسان الشيعي والإنسان السني، بل حتى ما يسمى بالوهابي أو الناصبي. كما تعلمون خرج الخوارج على أمير المؤمنين بعد يعني فترة من الزمن، ولم يخرجوا على أمير المؤمنين إلا لمصالح وقضايا انتهازية ونفعية، وقبل خروجهم كانوا عبارة عن مواطنين يعيشون في دولة أمير المؤمنين كما يعيش غيرهم. فنحن ندعو إلى دولة يعيش فيها الجميع بغض النظر عن مذهبهم، ديانتهم، قوميتهم، إثنيتهم، يعيشون كما عاشوا في دولة العدل التي نعتقد بها في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومن هنا يعني نقول ما دامت الدولة التي تمثل الدين تمثل الأخلاق للنبي صلى الله عليه وآله بعث من أجل أن يتمم مكارم الأخلاق، فنحن نقفز على هذه المفردة والمبدأ الإسلامي، فنقول ندعو إلى دولة أخلاقية يسود فيها الجانب الأخلاقي من مساواة وعدالة وحرية واحترام الآخرين وصيانة الإنسان وكرامته. هل تتحقق هذه الدولة عن طريق الانتخابات؟ هل تظنون أن هناك باب للدخول في هذه الدولة أو يعني تشكيلها من ضمن الانتخابات وعن طريق الانتخابات؟ وهل تدعمون الانتخابات؟ الانتخابات هي وسيلة لتحقيق غاية أو هدف، أما يعني شيء المعلومات أو الأفعال القبلية التي تسبق الانتخابات والتي توازي وترادف وتلحق الانتخابات هي الأهم. يعني التعامل مع المجتمع، تربية المجتمع، ويعني لنقل تعليم المجتمع المبادئ الأخلاقية الصحيحة هو هذا الغرض. أما الانتخابات كما تعلمون يدخل فيها التزييف ويدخل فيها الجانب المادي ويدخل فيها التهديد والترغيب وأمور كثيرة ممكن أن تغير من هذه النتائج. لكن إذا وصلنا بالمجتمع إلى أن يكون مجتمعا أخلاقيا، هنا سنضمن أن تكون الانتخابات فيها جانب العدالة وجانب الصحة، وستكشف عن الرغبة الحقيقية للمجتمع. وإذا كان المجتمع أخلاقيا بالتأكيد ستكشف عن أناس وقادة صالحين في هذا المجتمع، وممكن أن تتحقق على هذا الأساس. سماحة السيد، كلام توجهه إلى أبناء الشعب العراقي، خصوصا هناك البعض يعزف على وتر الطائفية لتفريق أبناء الشعب العراقي بين طوائف، بين سنة وشيعة وإكراد. كيف يعني ما هي كلمتكم التي توجهوها إلى أبناء الشعب العراقي لوحدة الصف ونبذ الطائفية والتفرقة؟ وثانيا، ما هو موقفكم من التظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات الأنبار والموصل، وما رأيكم بمطالب هؤلاء المتظاهرين؟ نجيب على السؤال الثاني ولا بأس أن تخفض هذه قليلا. أما بالنسبة للتظاهر كما تعلمون، كما حصلت الثورات الشبابية في البلدان العربية ونحن أيدنا يعني تلك الثورات، وتشرفنا بأن نساهم بعض الشيء عن طريق الإنترنت معهم في بعض المساهمات والمشاركات. ونحن قلنا ونقول بأن القضية هي عبارة عن يعني خروج ناس وخروج شعوب مظلومة تعرضت إلى الضيم والظلم والاضطهاد والجوع والتهميش والاستصغار والذل، فخرجت الشعوب. وهذا ما حصل أيضا في العراق بعد الاحتلال. تعرض الشعب العراقي بكل طوائفه، بكل دياناته، بكل أعراقه إلى الظلم والضيم والحيف والذل، وكل إنسان يمر بهذه الخصوصية عندما يجد المنفذ للتعبير عما في داخله لتحقيق ما يرغب إليه من عيش بسيط، من حرية بسيطة، من عيش كريم، طبعا سيعبر ويخرج للتعبير عن ما يريد. فنحن نعتقد بأن المجتمع في كل البلدان والعراق من خرج لتحقيق هذا الهدف. هذا عموم الخروج وأصل الخروج في التظاهرات، ونحن نؤيد هذه الحيثية من الخروج. الآن في كل زمن وفي كل مجتمع وفي كل تظاهرة يوجد من الانتهازيين، حتى نحن في هذا السلك الذي نحن قد ابتلينا به، حتى في السلك الحوزي والديني. ونحن ذكرنا لكم قبل قليل بأنها استغلت العمامة واستغلت الدين من أجل أن يضر في المجتمع ومن أجل الإضرار في المجتمع. فأيضا يأتي الانتهازي سواء كان سياسيا أو مجتمعيا أو دينيا، يستغل هذه التظاهرات، يحاول أن
يعني يكسب ويحقق المنافع الشخصية الدنيوية لنفسه لجيبه لمصلحته الخاصة، لكن هذا لا يعني أن الخروج وأصل الخروج وأصل المطالب باطلة، ولا يعني أنها يعني حقيقية مع وجود الانتهازيين. علينا أن نفصل بين القضيتين، وندعو من الشباب ممن خرج من الكبار أن يهذب يعني نفسه ويهذب المجموع الذي يعني ينتمي إليه ويحققه في تلك التجمعات، ويكون إن شاء الله من المطالبين السلميين بالمطالب التي هي فيها يعني الخير والصلاح لجميع المجتمع والشعب العراقي، ولا ننجر إلى الطائفية. نحن حاربنا ونحارب الطائفية لأن هذه دخيلة علينا من المستعمر ومن دخل مع المستعمر لتحقيق المنافع الشخصية. وأنتم تعلمون كل ما تقترب مواعيد الانتخابات أو ما يشبه هذه الأمور تتأجج وتظهر هذه القضايا من قضايا طائفية وإرهاب وتفجيرات وتخريب في هذا البلد. إذن القضية كلها مفتعلة، والشعب العراقي أبعد من أن يكون بهذه الخصوصية، فنأمل من الجميع أن يعمل من أجل تحقيق الوحدة الحقيقية بين أبناء الشعب العراقي. هناك بيان صدر قبل أيام من مكتبكم حول مسألة توزيع الإيرادات في العتبات، لماذا صدر هذا البيان؟ وكيف وجدتم هناك بعض من يتصيد بالمال العكري لشرخ الصف الشيعي أو الحوزة العلمية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك من توصيات خاصة للانتخابات؟ هل تتدخل مرجعيتكم بالانتخابات لترشيح شخصيات معينة، أم تعتبر هذا من حق المواطن؟ نحن الظاهر دائما معكم نجيب على السؤال الثاني. نحن لك السؤال الأول. في سنتك جاب كل الأسئلة. الله يبارك فيك إن شاء الله. أما بالنسبة للانتخابات فنحن قلنا ونقول، وحتى في سنين سابقة قلنا نقبل الأيدي والأرجل بأنه يجب على كل إنسان، أولا نحن لا ندعو لا نوجب الذهاب للانتخابات ولا نحرم الذهاب، ولا نوجب عدم الذهاب ولا نحرم عدم الذهاب. كل إنسان هو يقدر القضية، وهي قضية موضوعية خارجية، له الحق أن يختار الذهاب أو عدم الذهاب. لكن ننصح من يذهب إلى الانتخابات، بل نقول له يجب عليك أن تنتخب الإنسان الذي فيه الخير، الذي فيه الصلاح، الذي فيه الأمانة والصدق. وأيضا ننصح بأنك عليك أن تبتعد، إذا كنا على نحو الحيادية نتحدث نقول لا فرق بين المتدين وغير المتدين، بل بالتجربة أو في التجربة التي مرت علينا خلال هذه السنين الصعبة التي مرت علينا، يمكن إلى حد ما نقول أنه من يدعي الدين والتدين يمكن هذا يكون خارج القوس وخارج عنوان الانتخاب والاختيار، لأن تعلمنا، وهذا شيء يتعلق بالسؤال الأول، تعلمنا بأن من يرتدي الزي ومن يسلك طريق الدين عادة يستغل الدين ويوظف الدين لما يريد من منافع شخصية، يعني يبرر السرقة ويبرر الجريمة ويبرر الفساد. وأيضا من يأخذ منك باسم الدين لا تستطيع أن تحكي، بل أنت كما يقال أنت الممنون في هذا العطاء، بينما من يتعامل معك من غير هذه العناوين ودون استخدام هذا العنوان والضغط الديني ممكن أن ينظر إليك كشخص ممكن أن تؤثر عليه في يوم من الأيام في انتخاب أو في تظاهرة له أو عليه، وتؤثر في قراره أو في مستقبله السياسي أو الاجتماعي أو ما يتعلق بحياته وسمعته وشهرته. فنحن نقول يعني انتخب الإنسان الذي فيه الخير والصلاح، ويكفي أن نكون في خانة المغرر بهم، يكفي أن نخدع باسم الطائفية، يكفي أن نخدع باسم أهل البيت. وإمام أهل البيت أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يعقل ولا يمكن ولا نصدق ولا نكون من المغفلين ونصدق بأن علي سلام الله عليه يكون مع الباطل مع الفاسد مع السارق. لا يعقل أن المجتمع الشيعي ليس فيه الإنسان الذي فيه الخير والصلاح حتى يتصدى لأمور هذه الأمة. لا يعقل أن المجتمع السني ليس فيه الإنسان الذي فيه الخير والصلاح حتى يتصدى لهذه الأمة.
اعزلوا جميع المفسدين، انتخبوا الناس الذين فيهم الأناس الذين فيهم الخير والصلاح، وسنكون مع علي لأن علي مع الحق. وإذا انتخبنا من فيه الخير والصلاح نكون على الحق ونكون مع علي سلام الله عليه، وسننتصر لعلي وسننتصر لمذهب الحق ومذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وننتصر للإسلام بهذا. فننصح الجميع بانتخاب الصالح الذي فيه الأمانة والصدق، سواء كان سنيا أو شيعيا، سواء كان مسلما أو مسيحيا، سواء كان متدينا أو غير متدين. سؤال سيدنا السؤال بس الأول، أما لماذا صدر البيان قبل أيام عن الإيرادات؟ ما الذي حدث السبب الأول في إصدار البيان طبعا الإعلام، هذا الشيء الأول. أننا يعني هذه السنين طوال، ليس نحن فقط وإنما من سبقنا من المتصدين الصدر الأول والصدر الثاني رحمهم الله أيضا عانوا من الجانب الإعلامي. ونحن قبل قليل قلنا بأننا نأمل بأن يكون للإعلامي يعني من خيرات هذا البلد أقلها في العراق، يعني حتى لو أعطي الجميع الآن كل العراقيين حتى شيوخ العشائر من يأخذ كلهم لو أعطوا يعني ما يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم ولسكنهم لتنقلهم لمعيشتهم الفارهة يعني غطت الميزانية، بل يبقى أضعاف ما يعطى للمجتمع العراقي. لذلك نأمل بأن يكون للإعلامي لنقول الراتب الخاص أو المورد المالي الخاص من الدولة، من خيراته، من بلده، من نفطه، من أرضه، من سياحته الدينية وغيرها، حتى تكون الكلمة هنا فعلا كلمة صادقة ونزيهة في هذا المقام. نحن منذ فترة من أول التصدي تعرضنا إلى يعني لا نقل التهميش وإنما إلى التنكيل والافتراء، وأنتم كثير منكم يمكن عاش هذه القضية. والآن في مجيئه أو بمجيئه هنا وبوجوده في هذا المكان انكشفت له كثير من الأمور التي كانت يعني يعتقد بها، ويمكن وجد النقيض مما كان يعتقد به. فهذا ما حصل. نحن يعني أتينا في هذا المكان وتواجدنا في هذا المكان، ويعني بالمقابل بالتأكيد من يخاف على دكانه، من يخاف على جيبه، من يخاف على أمواله، من يخاف على سمعته وشهرته وسطوته على الآخرين، طبعا سيهتم للمكر والمكيدة. ونحن في هذا المكان اتهمنا بأننا يعني احتلينا هذه المنطقة وسنحتل العتبة المقدسة في المرقدين الشريفين في كربلاء. والله سبحانه وتعالى يعلم بأنها هي قضية يعني ليست لها أساس من الصحة، وكل من مر إلى هذا المكان يعني وجد هذه القضية قضية علمية وقضية أخلاقية، إضافة إلى كونها قضية دينية. وكما سمعتم أيضا سابقا أنتم أهل الإعلام، أيضا سبب الصدود عن هذه القضية دعوة المهدوية ويشرب الشاي مع الإمام، وأعطى الجميع يؤيد هذا الكلام. أخذت ولكن ما نردكم. الله يبارك فيكم إن شاء الله. هذه كلها افتراءات يعني سجلت علينا، حتى يعني بعض المرتزقة من الإعلام يحاول أن يخلط يعني بين يعني الاسم هذا الحسني وبين ابن الحسن وما يسمى بن قاطع. نحن من حاربنا تلك التوجهات والأفكار التي نعتقد بأنها منحرفة، وسجلنا كثير من المواقف وأصدرنا الكثير من المؤلفات بهذا الخصوص. مع هذا يخلطون بين هذه وتلك القضية ويحاولون أن يخلطوا الأوراق على الآخرين. اتهمنا بالإرهاب مع الوهابية ومع السلفية، وصرنا مرة في الموصل ومرة في الرمادي مع القاعدة ومرة أخرى في أمريكا. وهنا أيضا عندما خرجنا اتهمنا بأننا كنا في قطر أو في السعودية أو الآن في أمريكا، بعدين وجدوا الكلام هو ليس فيه يعني ميل للجانب الطائفي سواء كان السني أو الشيعي، والآن بعدين انتهت هذه يقولون كان في أمريكا. هذه أمور كثيرة تسجل علينا. بما يخص ما يتعرض له الشعب السوري، ما هو موقف مرجعيتكم من ما يتعرض له الشعب السوري اليوم؟ الشعب السوري هو كالشعب العراقي، أنتم أخذتم كل شيء ظهر في هذا اللقاء وتحقق اللقاء لكم في كل حيثياته. الشعب السوري هو كالشعب العراقي، هو شعب مظلوم تعرض للظلم والاضطهاد، وكما يسمى بالمصطلح هذا كوبي بست، صدام وبشار حافظ أسد وبشار أسد.
أحدهم كان يأخذ من الآخر، أحدهم ينسخ التجربة من الآخر، هذا ما عشناه وهذا ما يعني لمسناه وهذا ما تيقناه وأيضا يعني تحدثنا عنه. والشعب السوري أكثر مظلومية من الشعب العراقي لأنه شعب فقير، الموارد قليلة والضيم يعني يتحقق عليه بصورة أكبر مما حصل. والآن الأيام كشفت يعني مقدار الظلم، وهذا الكلام سيؤدي بنا إلى أن نكون خارج هذه الحياة باعتبار النظام السوري له حيات وخلفيات. نسأل الله تعالى أن يسددنا لنصرة الشعب السوري والشعب العراقي وكل شعوب العالم المظلومة والمضطهدة. نحن قلنا من أول الأمر كان عليه أن يعني كنظام عليه أن يتعامل مع الناس ومع مطالب الناس ومع مطالب الشعب بصورة إنسانية، بصورة سلسة، ويعطي ما يريد الشعب، لكنه أخذ جانب الطغيان والظلم والضغط على تلك الشعوب. نسأل الله تعالى أن يفرج عن الشعب السوري بما فيه الخير والصلاح لهم وبما فيه الخير والصلاح لنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعنكم جميعا. سماحة السيد، يعني اليومين الماضيين سمعنا الكثير من الأنباء وأيضا وسائل الإعلام تناقلت موضوع اقتحام بعض الصحف، مواقع الصحف، وكان الاتهام لجماعة السيد الحسني. لماذا وما ردكم على هذه الاتهامات؟ لماذا أنتم بالذات يعني لماذا يقولون جماعة السيد الحسني؟ هل هو يعني تقصد لجنابكم أم لماذا؟ هي أصل الاتهام الذي حصل في احتلال العتبات لماذا يعني وجه إلينا، وأصل الاتهام بأننا أصحاب دعوة منحرفة مهدوية أو غيرها لماذا وقع علينا، وأصل هذا الخلط بالأسماء ومحاولة تسجيل الافتراءات والكذب علينا لماذا حصل علينا لا نعلم. ربما لأننا يعني من رفض الاحتلال يعني من أول يوم ولم نهاجن، ووصلنا الكثير من يعني الوساطات والقضايا الترغيبية للتعاون مع هذه الجهة أو تلك الجهة، لأننا لم نتعاون لا مع الشرق ولا مع الغرب على نحو الصدقية والحقيقة، لأننا لم نتعاون مع فضائية التي لا هذه الفضائية ولا هذه الفضائية التي تحاول أن يعني توظف كل شيء لصالحها. لا نعلم، اسألوا من يعني وجه لنا هذا الاتهام ومن يوجه هذا الاتهام، وأنتم مررتم إلى هذا المكان ونحن يعني سجلت علينا التهمة، ومن المفروض والواقعية والقانونية والمهنية نحن من يسأل، وأنتم يعني أتيتم يعني بعد اللتية والتي وبعد يعني نقول فوات الأوان. إن شاء الله لم يفت الأوان. الآن تسألون لماذا وجه إليكم، وهل هي التهمة حقيقية أو التهمة باطلة. ومن يريد أن يكيد ومن يصطاد الماء العكر ممكن يستغل ما يوجد من خلافات، وأنتم تعلمون الجانب السياسي وخاصة في العراق المكر السياسي في العراق فاق كل مكر في العالم، يعني وصل إلى مرحلة حتى عنوان القذارة أجلكم الله والخسة تخجل وتستحي مما يفعله أهل السياسة في العراق. فممكن أن يستغل بعض الثغرات وبعض الخلافات، ممكن أن يعني يدخل أو تدخل جهة تحقق يعني ما تريد من أغراض. لا نعلم والله العالم. هل توصون جماعتكم وأتباعكم بالهدوء بعدم التعرض للصحفيين، بعدم التعرض؟ هل هناك مثل هذه الكلمات حتى يمكن لتكون هناك حرية بالتعبير، هناك حرية بالرأي؟ السؤال الثاني طبعا، هل لأنك عراقي وعربي تواجه مثل هذه الاتهامات؟ إذا قلت لك نعم على السؤال الأول فهذا يستلزم أني أقر بأنهم يتعرضون للآخرين حتى أنصحهم بعدم التعرض. نحن أصلا يعني هذه القضية نرفضها جملة وتفصيلا من أساس الأمر. أما عنوان العراقية والعربية فهذه من العناوين التي نحن سرنا يعني فيها خلاف التيار كما يقال. نحن الشعب العراقي شيعة العراق وابتلينا بأننا يعني من جانب نتهم إذا حكينا بالعراقية والعربية، من جانب نتهم بأننا من الصداميين ومن التكفيريين ومن الإرهابيين ومن البعثيين، ومن جانب آخر ممن يعني ينتسب إلى الجهة الأخرى يتهمنا من الصفويين. فلا الصدامي والبعثي يقبل بنا ولا الصفوي يقبل بنا، بقينا بين هؤلاء وبين هؤلاء، وهذا قدر العراق. يعني
قدر العراق أنه عبر التاريخ الشعب العراقي هو شعب تابع، شعب يمثل حطب ووقود النار دائما تأخذه القوى الشرقية والقوى الغربية. نحن منذ تصدينا أخذنا العهد على أنفسنا أن نجعل من يعني الشعب العراقي شعب يقود نفسه، نجعل من العراقيين كل عراقي هو عبارة عن قائد، نفتخر بعراقيتنا، نفتخر بعروبتنا، ونعتقد بأن الالتزام والتمسك بالعراقية والعروبة هو تمسك بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله أوصانا بحب العرب لأنه عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربية، ولا حيف بأننا يعني نتمسك بهذا تمسكا بالدين، ولا يعب علينا حتى ولو لم يكن فيها أي توجيه من المشرع الإسلامي، لأن الغير أيضا تمسك بدولته وبقوميته، فهل يكون حلال عليهم أن ينتسبوا إلى قومياتهم الفارسي والتركي وغيرهم سواء البلدان أو القوميات، ونحن يحرم علينا أن نتمسك بعراقيتنا أو بعروبتنا؟ فهذا يعني هذه قسمة ليست بصحيحة. سماحة السيد شكرا لوقتك وعذرا من الإخوان اللي سببت لهم. الله يبارك فرصة سعيدة سيدنا، نشوفكم خير إن شاء الله. الله يديمكم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.